اليوم حسوي لكم بسبوسة خفيفة وتنفع دايت وتنفع لأمراض السكر. حبيتوا تزيدوا السكر شيء راجع لكم. عملت البسبوسة في الخبازة الهوائية. أول قلاية الهوائية. طبعا استخدمت الفخار، لما حطيته في القلاية أبدا ما يصير له شيء وضد الحرارة. طبعا حطيت كوب ونص من السميد ونص كوب من الحليب، هذه المقادير اللي عندي، عشان كده سويت نسبة بسيطة. وبعد كده قلبت المكونات، حطيت على تحميص الخبز، يعني أحلى شيء. طبعا درجة الحرارة حتكون 200. قلبت وطبعا خرجت وقلبت، وبعدين تحمصت معي مظبوط. بعدين هنا سويت الخلطة: علبة قشطة، فانيليا، نص الملعقة من البيكنج باودر، نص كوب زيت، ونص كوب السكر. حبيتوا تزودوا سكر يطلع معكم حالي، حبيتوا تنقصوا من السكر يطلع معاكم دايت. حطيت كوب من الموية برضو كمان، علبة القشطة، نفس علبة القشطة حطيت كوب موية. وارجع مرة ثانية القلاية الهوائية واقلب السميد عشان ما يصير تكتلات، وصراحة التحميص فيه احسن. هذه الفئة، عفوا هذه الدرجة اللي انا اخترتها. اتحمس معايا، رجعته مرة ثانية اتحمس كمان بزيادة. شوفوا كيف ما شاء الله صار ولا في تكتلات نهائيا. حطيته على القشطة. طبعا انا في البداية حطيت كوب من القشطة، كوب موية. راح ازود كمان بالتدريج. حبيت يكون الخليط عندكم اخف، هيطلع معكم طعمه تقدر تقولوا زي السليلاك، زي طعم السليلاك لما تخففوا السميد. رجعت في القلاية الهوائية واخترت خاصية البيتزا. وبعدين كده بس نشف معايا، رجعت خرجت البسبوسة وحطيت القشطة بس في النص. وبعدين حطيت الجزء الثاني اللي هو البسبوسة. ما هعيد الفيديو لأني عيدته 1000 مرة، واستحملوا كلامي. حطيت البسبوسة الطبقة الثانية على القشطة وسويت الموضوع، ورجعت مرة ثانية في القلاية الهوائية لين ما تحمرت معي البسبوسة. وزي ما قلت لكم اخترت خاصية البيتزا. سقيت البسبوسة بنستلة وحطيت شوية موية. طبعا الطريقة هذه أنا زي ما قلت لكم تنفع دايت وتنفع لأمراض السكر. مرة السكر كل مرة خفيف. طبعا خرجت الفخار بهذا الشكل، هالحديدة هذه تجي دايما مع القدر. وبعدين سقيت البسبوسة نستلة. أنا استخدم نستلة وادي فاطمة. نستلة وادي فاطمة مرة حلاة بسيط جدا، أما النستلة النوع الثاني فحلاة جدا قوي، لكن هذا النستلة النوع ده مرة حلاة بسيط، وطلعت معايا متماسكة ولذيذة. عندي معلومة بالنسبة للقلاية الهوائية، لما تسووا فيها تحمصوا فيها أي بهار، أو تحمصوا فيها قولوا معايا النيدو، أو تحمصوا فيها السميد، بتطلع كل التحميص بيطلع فوق. عشان كده دقوها من الجوانب عشان يخرج معاكم الترسبات اللي موجودة فوق، وتنضف معاكم وما تنعدم. وبالعافية علينا وعليكم.